يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ايه ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا النهارده شم النسيم ولازما بقى نعمل فيه السردين والرنجه، ولا يحلى اليوم ده الا بالسردين والرنجه والفسيخ والحاجات الحلوه دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا معايا كيلو من الرنجه، ومعايا نص كيلو من السردين، وطبعا معايا كيلو من السمك البلطي، لان طبعا انا عندي اتنين من عيالي كده ما بياكلوش السردين ولا الرنجة، فجبت لهم كيلو من السمك البلطي، وكمان عشان خاطر ولاد بنتي صغيرين كده اطفال، فما ينفعش بقى ياكلوا ايه السردين والرنجة. فزي ما قلت لكم كده انا معايا كيلو من الرنجة، هاخد منهم الكيلو عبارة عن اربع اربع سمكات، هاخد منهم سمكتين زي ما انتم شايفين كده. هقطعهم بقى وانضفهم واطلع منهم بقى السافة، واطلع منهم ال السفا، يعني السفا اللي هو الصغير الضعيف اللي بيبقى في وسط اللي بيبقى متداري في اللحم ده، والسلسله بتاعه الظهر اللي هي بتاعه السمكية. يعني هنخليهم كده وننضفهم كويس من الحاجات ديت. وعلشان هنعمل طبعا منهم وصفتين اتنين اللي هي سلطة الرنجة، وهنعمل يعني هناخد اتنين من الرنجة نعملهم سلطة رنجة، والاتنين التانيين هنعملهم رنجة كده مشوية على البوتاجاز. ومعايا زي ما انتم شايفين كده نص كيلو من السردين، برضو عبارة عن سمكتين، هنغسلهم برضو كده وننضفهم، يعني ننضف بطنهم كده ونشيل السافة منهم، يعني هنخليهم وننضفهم. وهنسرع عليهم بقى ليمون، وهنحط عليهم زيت، ونحط خل، ونظبطهم كده. لو انت اول مره بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والكومنتاتكم الحلوه. ويلا هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. بالله عليكم اللي وصل لحد كده يدعموني، انا شايفاكم كده كسلانين عليا، القناه كده ما عادتش بتمشي، يعني ما عادتش زي الاول كده بتتفاعل، ولا بقى فيها اي ولا في اي لايكات. طبعا انا خليت بقى زي ما قلت لكم الرنجة اهوت، وده دلوقتي السردين هنشيل برضو كده ايه اللي في بطنه من جوه كده، يعني هننضف الامعاء، نشيل الامعاء بتاعته، وهننضف كده من السافة ومن السلسلة بتاعت الظهر وكده. انا عايزه اقول لكم انا بقالي عامله الفيديو ده بقالي يومين، وبصراحة مترددة ان انا انزله معاكم، لان مش شايفة القناة فيها اي تفاعل ولا فيها، ولا يعني بتتحرك كده، مش عارفة ليه انتوا مخلانين عليا، ومفيش اي دعم منكم خالص. فبصراحة كنت مترددة ومش عايزة انزله خالص. بس يعني في حاجة برضو جوايا بتقولي نزلي، وان شاء الله ربنا هيكرمك، وان شاء الله هيبعت لك ناس تقف جنب منك وتدعمك. فبالله عليكم يعني اللي يشوف الفيديو ده ما يبخلش عليه باللايك، لان اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو وبيوصله لاكبر عدد مشاهدة. طبعا انا بعد ما خليت بقى الرنجة، طبعا جبت بقى بصل وجبت طماطم وجبت فلفل، قطعتها كده على شكل سلطة، يعني زي السلطة كده، ورحت نازلة عليها بالرنجة اللي انا خليتها، وهنزل عليها كمان بعلبة من التونة بتديها طعم جميل جدا، وفي نفس الوقت قيمة غذائية، وبتكتر لنا كده السلطة بتاعت الرنج. هنحصر بقى ليمون وزيت زي ما قلت لكم وكده. الوصفة بتاعتنا الأولانية خلصناها. وطبعا السردين انا حطيت عليه زي ما انا بتاع ليمون وخل برضو وخلصت. كده خلاص بقى سلطة الرنجة بتاعتنا بقت جاهزة، وهنركنها على جنب. وادي كده السردين خلاص جاهز اهوت، حطينا عليه زي ما قلت لكم الزيت والليمون. وده بقى الرنجتين اللي انا هشويهم على عين البوتاجاز، هنزل عليهم كده بمعلقه من الزيت، وهعصر ليمون وخل برضو، واخدها على عين البوتاجاز من فوق بالشكل ده.
وهيتفضل معايا بقى السمك. طبعا السمك انا عملته معاكم كذا مره، هقليه بقى وهرجع لكم دلوقتي. كل حاجه بتاعتنا جاهزه، الخس غسلناه وعملنا سلطه الرنجه وشوينا الرنجه ونضفنا السردين وعصرنا عليه ليمون. ودلوقتي بقى دي الاكله بتاعتنا الجامده، الاكله الجميله الأكلة اللي عشاة الملايين وحبيبة المصريين اللي كلهم بيموتوا فيها، كل المصريين بيموتوا فيها وبيحبوها. وعملنا البطاطس المحمرة، قلينا السمك، وعملنا السلطة بتاعت الرنجة، شوينا الرنجة، وكانت أكلة تحفة وجميلة، وقضينا يوم حلو وجميل. أكلة جميلة جدا وأكلة جامدة. أتمنى لو عجبكم متبخلوش عليا باللايك، دعموني، قفوا جنب مني. بالله عليكم اللي يشوف الفيديو يا ريت كده يشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.